الجزائر الخبيدي رئيس جمعية أمهات وآباء أولياء التلاميذ والجامع مجموعة مدارس مركزية. كي تشوف هاد الناس دابا اللي حاضرين الآباء والأمهات كيستنكروا بشدة هذا المشكل اللي واقع بين الحكومة وبين الأساتذة، وكيتمناو باش نوصلوا لشي حل ويدخلوا لنا. ما أصلا بغاو وليداتهم يقراو، الهدف هو الوليدات ديالنا يقراو. هادشي علاش نقولوا هاد الوقفة هادي كلها مخصصة من أجل التلميذ، والناس راه عياو وليداتهم راه ضاعوا. راه الشهر اللي دوزو ديال الاضراب ولادهم راه في الزناقي بالحين، يعني غادي يقدروا ينحرفوا ويقدروا يشوفوا شي امور اللي ماشي هي هذه. كنتمناو ايجاد الحل المناسب لارضاء جميع الاطراف بين الاساتذه وبين الحكومه باش الوليدات ديالنا يرجعوا للقرايه ديالهم ويكملوا المسار ديالهم الدراسي ان شاء الله. وشكرا لقناه ديما تيفي الحضور ديالها والتغطيه ديالها لهذه الوقفه الاحتجاجيه. السلام عليكم، معكم دايجه بن شريفه من دوار الجامع. مع سيدي حنا كنطلبوا من المسؤولين الله يجازيكم بخير من محمد السادس يدير لنا حل لهذه المدرسه بان راه مسدوده. ولادنا تشردوا ما دوزوا لا امتحانات لا حتى شي حاجه، البريفي خدامه وحنايا ما قايلين ولادنا. حنا نعم سيدي ما كنطلبوا لا زيد لا حتى شي حاجه ما كنطلبوها، حنا كنطلبوا من المسؤولين يحلوا لنا المدرسه ديالتنا. هادشي كنطلبوا. ولادنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. شهر ونص هذا باش محبوسه المدرسه. الرساله انا كنطلب رساله من جلاله الملك الله يجازيه بخير، الله يرحم لي الوالدين، يوقف معنا ويوقف مع الاساتذه يديروا لنا حل وليداتنا. حنا فقراء ما عندناش باش نقريو وليداتنا، حنا مساكين الفقراء تحت الله سبحانه وتعالى. ما كنطلبوا حنا حتى شي حاجه منهم، كنطلبوا غير وليداتنا يقراو والمدرسه تحل صافي. هادشي اللي كنطلبوا. الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. انا كنهضر مع جلاله